السلام عليكم حبيباتي الحلوين، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. ونرحب كامل مشتركاتي الوفيات، نقول اخواتي تفضلوا تفاعلوا مع القناه باش هكا يوصلكم كل شيء. المهم اليوم شي درت وصفه تاع كيش بالبصله. اذا عجبتكم ما تنسوش تجربوها وما تنسوش تخلوا لي جيم وكومونتير. يعني هذه كيش عاديه بمكونات متوفره في كل منزل، مكونات بسيطه. اول خطوه رايحين نديروها، رايحين نخدموا لاباط تاع لاكيش. نديرو هنايا شريت 125 غرام تاع مارغرين، يعني 125 غرام. هذيك لاباط هذيك الصغيره هذيك تاع 250 نقسموها على زوج. ونديرو شيئات هنايا حوالي 300 غرام تاع لافارين، 300 غرام هكا. يعني نسلطن ونزيدو شويه، ونديرو هنايا شيلات الملح، نديرو شويه تاع الملح ماشي بزاف، يعني شويه تاع ملح قد مغرف صغيره تاع القهوه. وندخلو هذاك الدهان ندخلوه في الفرينه، ندخلوه غايه، يعني نبسوها غايه هذيك الفرينه تاعنا، وندخلو كامل هذيك الزبده في لافارين حتى لين نتحصلوا على هكا فرينه مرمله. وكاين عده طرق تاع تحضير الكيش. كل خطأ ندير معاكم طريقه تاع تحضير الكيش. راني درت لكم شحال من بات، يعني كاع لي بات لاباط اللي نلقاها سهله تاع لاكيش راني نحطها لكم. المهم هنايا شريت راني نبسس غايه في هذيك الفرينه مع هذاك الزبده. بهذه الطريقه ندخلوا غايه هذيك الفرينه. دوكا نجيبو شويه تاع الماء ونبقاو نلمو في العجنه تاعنا غير بشويه، ونلموها كيما راكم تشوفوا. هنا بعد ما لميتها نخليها تريح شويه ونروح نحضر لافاغس. هنايا كان عندي زوج حبات تاع البصله كبار، قطعتهم هكا دوائر، ونديرهم يتقلاو، وندير معاهم شويه رشه تاع الملح وشويه تاع الزيت ونخليهم يتقلوا غايه. دوكا لاباط بعد ما ربوزت لي انا ورقتها وجبت هذا المول. انا عندي هذا المول تاع لاكيش. دوكا نحط فيها هذا لاباط. نشوفوا كيفاش راني ندير انا. ندخل غايه لاباط في البلا باش ما تجينيش طالعه. دوك نقلعوا هذيك الزياده، يعني هذه الزياده نقد نخدم بها لي كيس صغار ولا هكا لي طاختيلات صغار كيما نبغي. نقدروا ثاني نحتفظوا بها كيما انا دوك نديرها هكا في بابي سيلوفون ونخليها في الفريجيدير غدوه، ولا نزيد نخدم لي كيس صغار ولا نخدم بها لي طاختيلات ونعمرهم ونطيبهم او في الفور كيما نعمر لاكيش. المهم نجيبو شويه فرشيطه ندغرو هكا الجوانب باش ما تطلعناش. شوفوا بهذه الطريقه جوانب كاع ندغروهم، نزيد ندغرو ثاني في الوسط. دوكا نجيب هذيك البصله انا اللي طيبتها، كانت طابت لي دروك، دابت لي غايه طابت. نعمر كاع لاكيش بالبصله. ودوكا نروحو نخدمو اباراي كيش. دوكا نزيد انا قطعه تاع فرماج، يعني يبقى اختياري، تبغوا ديروه تبغوا ما ديروهش كيما تبغوا. دوكا نخدم انا اباراي كيش. دوكا حندير كاس تاع حليب كبير، نزيد معاه حبه تاع بيض. انا هذيك يعني هذيك الزيت اللي تشوفوا فيه طالع هذيك غير تاع البصله كنت حاطتها في هذه الزلافه عليها. نزيدو زوج حبات تاع البيض، نزيدو مغرف كبيره تاع لا مايزينا، نزيدو شويه حرور شويه ملح، نضربو غايه. يعني تقدروا ديروا غير حبه تاع البيض. انا درت هنايا زوج باسكو درت لاكيش تاعي كبيره، تما عليها زيت شويه من هاد الاباراكيش. دوكا نزيد نسقي لاكيش تاعي غايه ونحطوها في الفور حتى لي تحمر لنا وطيب لنا. نشوفوها طابت يعني نقلعوها. شوفوا كيفاش جات نشف لي كاع هذاك البيض مع طابت لي غايه. دوكا نقلبوها في رحبه. شوفوا الطريقه اللي نقلبوا بها لاكيش.
شوفوا كيف طابت ملسح، طابت غاية، حمارت غاية يعني، وجات روعة وريحتها راح تشهي. ننصحكم باش تجربوا هاد لاكيش، جايه خفيفه ظريفه بمكونات بسيطه تقدروا عليهم كاملين. وانا زدت هنا من فوق شويه فخوماج غابي غير باش يطلق لي بنه. هذا ما كان، نتوما تقدروا اختياري يعني. شوفوا قطعت لكم مورسو تاع لاكيش، شوفوا هذيك البصله مع داك الفرماج زاد داب، يعني جات روعه. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تخلوا لي جيم وكومونتير. ودوكا نقول لكم شي لا تسالوا لي في رواحكم، نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه، وصحه فطوركم وصحه رمضانكم وشهيتكم في الجنه حبيباتي. مع السلامه.